لو انت بتعمل دايت علشان تخسر دهون من مناطق معينة في جسمك زي البطن والجناب والرجلين، هتلاقي ان الموضوع صعب بالنسبة لك، علشان الدايت اللي انت ماشي عليه ممكن يحسسك بالجوع طول اليوم والتعب والارهاق. بس الخبر الكويس اننا هنعرف في الحلقة دي 10 انواع اكل فيهم حوالي 0 سعر حراري، يعني هتاكل وتحس بالشبع بسعرات حرارية قليلة جدا علشان توصل للهدف اللي انت عايزه بكل سهولة. خليكم معانا. اول حاجة هنبتدي بيها هي الشيراتاكي نودلز. هي اسمها غريب شوية، وفي ناس بتقول عليها النودلز السحرية او الزجاجية، وهي تعتبر سحرية فعلا علشان بتدي احساس بالشبع، والسعرات الحرارية اللي فيها قليلة جدا. فكل 250 جرام منها فيه 20 سعر حراري، يعني لو قارنتها بنفس الكمية من المكرونة العادية هنلاقي ان فيها حوالي 300 سعر حراري. وعايز اقول لك كمان ان الالياف الموجودة في الشيراتاكي نودلز مش بتتهضم كلها، على عكس الالياف الموجودة في النوع العادي من الكربوهيدرات زي الشوفان والنشويات. فكده هنلاقي ان كل 250 جرام من الشيراتاكي نودلز جسمك هيمتص منهم 7.5 كالوري بس، ودي حاجة تخليها اختيار كويس جدا لو انت عايز تقلل من وزنك. النوع التاني من الكربوهيدرات اللي هتكلم عليه هو السليم رايس، فممكن تستخدمه كبديل للشيراتاكي نودلز. ونوع الرز ده فيه حوالي من 7 ل 9 كالوري لكل 100 جرام، فلما تقارنه بالرز البني العادي هنلاقي ان فيه 110 كالوري لكل 100 جرام. والمميز برضو ان شكل وملمس السليم رايس نفس شكل وملمس الرز العادي، فمش هتحس باختلاف وانت بتاكله. تالت حاجة هنتكلم عنها هي الخيار. فالخيار فيه سعرات حرارية قليلة جدا وكمية كبيرة من المية، فهتخليك تحس بالشبع. ف97% من الخيار عبارة عن مية، وكل 100 جرام من الخيار فيه حوالي 15 سعر حراري. وكمان في دراسات أثبتت إن الخيار ممكن يقلل ويتحكم في مستوى السكر في الدم، فبالتالي هيقلل إحساسك بالجوع. والأفضل إنك تاكله بالقشرة بتاعته علشان تحافظ على نسبة الألياف والعناصر الغذائية اللي فيه. فبكده ممكن بسهولة تضيف الخيار للدايت بتاعك علشان تحس بالشبع وتقلل من سعراتك الحرارية. رابع نوع الجيلي الخالي من السكر، فهنلاقي إن فيه حوالي من 5 ل 10 سعر حراري، وكمان هيبقى كويس لو انت نفسك تاكل حاجة مسكرة من غير ما تعلي من السعرات الحرارية بتاعتك. وبجانب ان في سعرات حرارية قليلة، هو كمان في مادة الجيلاتين اللي بتزود الاحساس بالشبع. ودلوقتي هتكلم عن الكوسة، فمعظم تكوينها برضو من المية، والمميز فيها انك ممكن تعملها بطريقة علشان تستخدمها بدل المكرونة. فممكن تعملها على هيئة نودلز، وهتسلقها زي المكرونة بالظبط وتحط عليها الصوص اللي انت عايزه. فهنلاقي ان كل 100 جرام كوسة في 17 سعر حراري، اما كل 100 جرام من المكرونة في 131 سعر حراري. وكمان الكوسة بتقلل من مستوى السكر في الدم، فهتبقى مفيدة جدا ليك. سادس حاجة هتكلم عنها هي الخيار المخلل. وزي ما احنا قلنا ان الخيار العادي فيه سعرات حرارية قليلة، الخيار المخلل برضه هيبقى كويس ليك، وده علشان الناس اللي بتحب تاكل حاجة مع الاكل علشان تديله طعم كويس وما تبقاش حارم نفسك من حاجة. هو بس ممكن يسبب لك انتفاخ لو كلته بكمية كبيرة، علشان نسبة الأملاح بتكون عالية في المخلل، بس دي حاجة عادية بتروح بعدها فترة ومش عايزك تقلق منها. سابع حاجة ممكن تاكلها هي البطيخ، فالسعرات الحرارية اللي في البطيخ قليلة بالنسبة لأنواع الفاكهة التانية. فكل 100 جرام من البطيخ فيه حوالي 30 سعر حراري، لأن 92% من البطيخ عبارة عن مية. فلما بتاكله في إشارات بتتبعت من المعدة للمخ علشان يعرف ان المعدة ممتلئة، وبالتالي هتحس بالشبع. وكمان في دراسة اتعملت على اشخاص عندهم زيادة في الوزن، كانوا بياكلوا حوالي 2 كوب من البطيخ كل يوم، وبعد فترة قلوا في الوزن علشان استهلكوا سعرات حرارية بشكل اقل، وكانت بتديهم احساس بالشبع. وفي الدراسة جربوا يدوا اشخاص تانية نفس الكمية من السعرات الحرارية على هيئة كوكيز، وكانت النتيجة انهم زادوا في الوزن علشان كانوا بيحسوا بالجوع وبياكلوا بكميات اكبر. نوع الخضار برضو اللي بيحتوي على كمية كبيرة من المية هو الخس، ف96% منه عبارة عن مية، وكل 100 جرام من الخس فيهم حوالي 17 سعر حراري. فهيبقى اختيار كويس ليك لو عايز تحس بالشبع وتقلل من السعرات الحرارية خلال اليوم. تاسع حاجة هي اللبان الخالي من السكر. أنا عارف إنه ما يعتبرش نوع أكل، بس لو أنت عايز تقلل الإحساس بالجوع بين الوجبات هيبقى اختيار كويس
علشان القطعة الواحدة فيها حوالي 5 كالوري. ففي دراسة أثبتت إن الأشخاص اللي بتاكل لبان بتستهلك 68 سعر حراري أقل في وجبة الغداء، وبالتالي هتقلل من كمية السعرات الحرارية بتاعتك خلال اليوم. عاشر وآخر نوع هتكلم عنه هو الكرفس، ف95% منه عبارة عن مية، وكل 100 جرام من الكرفس فيه 14 سعر حراري، وكمان هيبقى مفيد ليك علشان بيحتوي على النيتريت اللي هيظبط لك ضغط الدم بتاعك. أنا كده خلصت الحلقة، ودول ال10 أنواع اللي اتكلمنا عليهم النهاردة. حاولوا تخلوهم من الأكلات الأساسية بالنسبة لكم، وهتلاقوا فرق كبير جدا إن شاء الله. ولو لسه في أي حد عنده استفسار يكتب في الكومنتات تحت وأنا هرد على كل الناس إن شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل علشان تتابعوا كل الفيديوهات الجديدة إن شاء الله. كان معكم دكتور محمود العطار من فيت باي ساينس. شكرا ليكم.